بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنعمل من خلاله على تصحيح الامتحان الجهوي الموحد الخاص بمادة التاريخ والجغرافيا للمستوى الأولى بكالوريا، يعني الامتحان الجهوي الموحد لدورة 2022 الخاص بالأكاديمية الجهوية لجهاز الدار البيضاء سطات. جهاز الدار البيضاء سطات دورة 2022. إذن كما تلاحظون من خلال الامتحان بخصوص الوضعية الأولى اللي هي وضعية الاشتغال بالوثائق كانت على مستوى مادة التاريخ. الوثيقة الأولى كانت عبارة عن نص تاريخي، كذلك عندنا جدول تطور عدد السكان الأوروبيين، ثم كذلك عندنا نص تاريخي الوثيقة 3. بالنسبة للوثيقة 4 كانت كذلك هي عبارة عن نص تاريخي، ثم هناك الأسئلة المطلوبة المرافقة للوثائق. بخصوص الوضعية الثانية، وضعية الموضوع المقالي، كانت على مستوى مادة الجغرافية، بحيث هناك موضوعان مقاليان اختياريان، الموضوع الأول والموضوع الثاني. إذن أولا وقبل كل شيء سنقوم بقراءة الوثائق، يعني ينصح بقراءة الوثائق قراءة متمعنة أولا قبل يعني الشروع في استخراج الأسئلة. الوثيقة رقم 1: عندما اضطر عبد القادر الجزائري إلى اللجوء إلى أراضي المغرب للاحتماء بقبائلها وشرعت العساكر الفرنسية تطارده، انتهى الأمر بوقعة إسلي أو واقعة إسلي سنة 1844 وهزيمة الجيش المغربي، وأبرمت اتفاقية اللامغنية لرسم الحدود حتى لا يبقى لفرنسا ما تتذرع به للتوسع غربا. لكن المفاوض الفرنسي نجح في الحفاظ على ما يكفي من الغموض لتؤول الاتفاقية في صالح حكومة باريس. أمام هذه التطورات تشجعت إسبانيا على فض الحصار المفروض على حمايتها في سبتة وبليليا، فاحتلت الجزر الجعفرية واختنقت الذرائع لإشهار الحرب على المغرب سنة 1859. أقرت معاهدة التجارة والملاحة التي أبرمت مع إنجلترا سنة 1856 مبدأ حرية المبادلات، وألغت كل الاحتكارات السلطانية، وأدى ذلك إلى ضائقة اقتصادية حادة عمقت بدورها الأزمة السياسية، فقد عرفت بعض المنتجات الكساد وقلت منتجات أخرى، وعمت الفوضى في الصرف، وتعثرت المعاملات، وتحولت العملة ذاتها إلى مجرد سلعة تقبل حسب الوزن دون اعتبار لقيمتها الشرعية. هذه الوثيقة الأولى. بالنسبة للوثيقة الثانية: تطور عدد السكان الأوروبيين في المغرب خلال القرن التاسع عشر، يعني عندنا السنوات 1832 58 64 72 85 ثم 94. بالنسبة لعدد السكان الأوروبيين في المغرب يعني 2250 250 نسمة، ثم 700 1360 1650 3500 9000. بالنسبة للوثيقة 3: وسع المولى الحسن تجربة الإصلاح بالانفتاح على الخبرة الأوروبية، حيث أقدم على إفادة بعثات طلابية إلى بريطانيا وفرنسا للتكوين في المجال العسكري وجلب خبراء عسكريين أوروبيين مثل القائد البريطاني هاري ماكلان المعروف بالحراب، واقتنى بعض البواخر من أوروبا وبنى معملين للسلاح بفاس ومراكش. ويبقى أهم إصلاح جبائي هو الترتيب الحسني الذي باشره المخزن بقصد تسوية المشكل الضريبي وتأمين مداخل قارة عن طريق إخضاع الجميع لنظام جبائي موحد، وإقدام الحسن الأول على سك النقود المغربية في باريس وإنشاء ماكينة السكة بفاس سنة 1891. لقد ظل الإصلاح محاصرا في نطاق السلطة المركزية، وغلب عليه هاجس التصدي للأجانب الذين سعوا إلى عرقلة هذه الإصلاحات بقدر ما دعوا إليها بحثا منهم عن تعجيز الدولة المغربية وتمهيدا لتغلغلهم بالبلاد خدمة لمصالحهم الخاصة. أما الفقهاء فقد واجهوا السياسة الإصلاحية بمنطق محاربة البدع. كذلك عندنا الوثيقة رقم 4: لما وصل مولاي عبد العزيز إلى سدة الحكم اختل التوازن الدبلوماسي لصالح فرنسا، وكان هذا التوازن هو الأساس الذي انبنت عليه السياسة الأوروبية تجاه المغرب طوال القرن التاسع عشر، وحتى يخلو لها الجو عملت فرنسا للحصول على تنازل القوى الأخرى مقابل تخليها عن بعض الامتيازات.
ولم يكن لإيطاليا كبير مصلحة في المغرب، فقد اعترفت به حقا لفرنسا كمنطقة نفوذ سنة 1902، وفي المقابل اعترفت فرنسا بنفوذ إيطاليا على منطقة طرابلس. وانتهت المفاوضات في شهر أبريل سنة 1904 باتفاقية أطلقت بموجبها إنجلترا يد فرنسا في المغرب، وبالمقابل تعهدت فرنسا من جهتها بعدم عرقلة عمل إنجلترا في مصر، مع ضمان تدويل منطقة طنجة، وألا يكون لشمال المغرب من وصاية غير وصاية إسبانيا. كرست هذه السلسلة من الاتفاقيات الاستعمارية التفوق الفرنسي وأغضبت ألمانيا، وتحت ضغط الرأي العام وإلحاح رجال الأعمال الألمان نزل الإمبراطور غيوم الثاني بطنجة سنة 1905 واعترف للسلطان بسيادته واستقلاله، إلا أن هذه الزيارة ما لبثت أن تسببت في أزمة دولية فزاد التوتر في أوروبا حتى أصبحت وكأنها على حافة الحرب. إذن هنا قمنا بقراءة الوثائق. بالنسبة للمطلوب، أول سؤال على مستوى الأسئلة المرافقة للوثائق: ضع الوثائق الأربع في سياقها التاريخي. وضع الوثائق الأربع في سياقها التاريخي. بالنسبة للسياق التاريخي لهذه الوثائق الأربع فهو على الشكل الثاني، بخصوص الزمن، وهنا تجدر الإشارة على أنه تقبل الصيغتين، الصيغة المفككة والصيغة المركبة. عندنا هنا الزمن القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، جميع هذه الوثائق بالنسبة للتأطير الزمني لها فهو القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. بالنسبة للمكان هو المغرب. وكذلك بالنسبة للموضوع: الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح في ظل التنافس الإمبريالي عليه، على المغرب. هذا هو الإطار التاريخي لهذه الوثائق الأربع. كما قلنا: الزمان القرن 19 ومطلع القرن العشرين، المكان المغرب، الموضوع الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الإصلاح في ظل التنافس الإمبريالي عليه. كذلك عندنا السؤال الثاني: اشرح شرحا تاريخيا ما يأتي. عندنا واقعة إسلي وكذلك إصلاحات المخزن. بالنسبة لواقعة إسلي، عندما نرجع إلى الوثيقة نجد أنه تم شرح هذا المصطلح، وبالتالي على المترشح فقط أن يوظف هذه المعطيات التي هي واردة على مستوى الوثيقة وتوظيفها لتقديم شرح لواقعة إسلي. ونستخلص أن واقعة إسلي هي معركة عسكرية دارت رحاها بوادي إسلي سنة 1944 بين الجيوش المغربية والجيش الفرنسي، انتهت بانهزام الجيوش المغربية وفرض معاهدة اللامغنية. وهنا تجدر الإشارة على أن الشروحات أو شرح المصطلحات يجب أن تتوفر فيه، أو أن يتم شرح المصطلح على المستوى الزمني وعلى مستوى أو توظيف الزمن والمكان، وكذلك الموضوع: الزمن، المكان، الموضوع. مثلا بالنسبة لهذا المصطلح بخصوص الزمن راه قلنا 1944، المكان وادي إسلي بالمغرب بالقرب من وجدة. وبالنسبة للموضوع هنا معركة عسكرية ودارت بين الجيش المغربي والجيش الفرنسي وانتهت بانهزام الجيوش المغربية وفرض معاهدة اللامغنية. وهذا هذا التعريف وارد في الوثيقة. بخصوص المصطلح الثاني هو إصلاحات المخزن. بخصوص هذا المصطلح إصلاحات المخزن هي مختلف الإصلاحات التي قام بها المخزن المغربي لإخراج المغرب من أزماته الناتجة عن الضغوط الاستعمارية، ورغم شموليتها لمجالات عسكرية واقتصادية وإدارية فقد كانت محدودة في نتائجها. ثم على مستوى الأسئلة المرتبطة بالوثائق: استخرج من الوثائق ما يلي. من الوثيقة 1 و2: مظاهر الضغوط الاستعمارية على المغرب ونتائجها. بخصوص مظاهر الضغوط الاستعمارية على المغرب ونتائجها في الوثيقة 1 و2 نستخلصها على الشكل التالي. بالنسبة لمظاهر الضغوط الاستعمارية على المغرب، عندنا أولا معركة إسلي أمام فرنسا سنة 1844 وهو ضغط عسكري. كذلك عندنا حرب تطوان أمام إسبانيا سنة 1859 وهو كذلك ضغط عسكري. ثم توقيع المعاهدة التجارية مع بريطانيا وهي من الضغوط الاقتصادية التي مورست على المغرب. بخصوص الشق الثاني من السؤال عندنا مظاهر الضغوط وعندنا النتائج. بخصوص الشق الثاني والمرتبط بنتائج الضغوط الاستعمارية، تجلت في إبرام اتفاقية اللامغنية لتعيين الحدود، كذلك تضرر الاقتصاد المغربي، وكذلك أضيف إلى ذلك تعميق الأزمة السياسية، ثم تزايد الحضور الأجنبي من خلال ارتفاع
عدد السكان الأوروبيين في المغرب. يعني هذه هي النتائج والمظاهر، مظاهر والنتائج ديال الضغوط الاستعمارية على المغرب. من الوثيقة 3 إصلاحات المخزن المغربي خلال القرن التاسع عشر وعوامل محدوديتها. كذلك هذا السؤال يعني يجب الانتباه إلى هذه الأسئلة التي يكون فيها شقين. مثلا هنا الشق الأول يتحدث عن إصلاحات المخزن المغربي خلال القرن التاسع عشر، والشق الثاني يتحدث عن عوامل محدوديتها. إذن فالإجابة ستكون على هذا الشكل بالنسبة للإصلاحات أو ذكر هذه المعطيات في الإجابة. بالنسبة للإصلاحات تكمن في إرسال بعثات طلابية إلى الخارج حسب النص بطبيعة الحال، ثم جلب خبراء عسكريين أوروبيين، ثم اقتناء التجهيزات العسكرية من أوروبا، وكذلك بناء معامل السلاح، ثم فرض ضريبة الترتيب الحسني، ثم سك النقود في فرنسا، ثم إنشاء ماكينة السكة بفاس سنة 1891. أما بخصوص الشق الثاني الذي يرتبط بعوامل محدودية الإصلاحات، تجلت هذه العوامل في عرقلة الأجانب لهذه الإصلاحات، وكذلك معارضة الفقهاء لها بحجة محاربة البدع. ثم بالنسبة لجيم الوثيقة، من الوثيقة 4 التسويات الدبلوماسية التي قامت بها فرنسا تمهيدا لاحتلال المغرب مطلع القرن العشرين. بالرجوع إلى النص بطبيعة الحال نجد على أن التسوية الدبلوماسية أو أن الإجابة يجب أن تتضمن هذا الأمر: الاتفاق الفرنسي الإيطالي لتسوية خلافتهما في كل من المغرب وطرابلس في سنة 1902، كذلك الاتفاق الفرنسي الإنجليزي لتسوية خلافتهما في كل من المغرب ومصر سنة 1904. يعني حسب الوثيقة 4 يعني هناك التسويات التي قامت بها أو الاتفاق التي قامت به فرنسا مع إيطاليا لتسوية الخلافات في المغرب، يعني أن تترك فرنسا لإيطاليا ليبيا وتترك إيطاليا المجال لفرنسا لاستعمار المغرب. كذلك هنا الاتفاق الفرنسي الإنجليزي تسوية خلافتهما في كل المغرب ومصر نفس الشيء. بخصوص السؤال رقم 4 والذي يخص تركيب الفكرة الأساسية للوثائق الأربعة، فالوثائق الأربعة مجتمعة فكرتها الأساسية تتجلى على الشكل التالي: تعرض المغرب خلال القرن التاسع عشر الميلادي لضغوط استعمارية تعددت نتائجها، مما فرض عليه تبني سياسة إصلاحية استغلت فرنسا محدودية نتائجها لعقد تسويات دبلوماسية تمهيدا لاحتلاله مطلع القرن العشرين. يعني تركيب الفكرة الأساسية على هذا الشكل: تعرض المغرب خلال القرن التاسع عشر، أو ما يفيد هذه المعطيات كما قلنا تعرض المغرب خلال القرن التاسع عشر لضغوط استعمارية تعددت نتائجها، مما فرض عليه تبني سياسة إصلاحية استغلت فرنسا محدودية نتائجها لعقد تسوية دبلوماسية تمهيدا لاحتلاله مطلع القرن العشرين. بخصوص السؤال رقم 5 اعتمادا على الوثيقة رقم 4 وعلى مكتسباتك، اكتب فقرة مركزة تبرز أو تبرزين فيها الأزمات المترتبة عن التنافس الإمبريالي بين فرنسا وألمانيا حول المغرب مطلع القرن العشرين. إذن بالاعتماد على الوثيقة رقم 4 وكذلك على المكتسبات السابقة يجب أن تكتب هذه الفقرة التي يبرز فيها المترشح الأزمات المترتبة عن التنافس الإمبريالي بين فرنسا وألمانيا حول المغرب. ويعني هنا نستخلص إلى أن هناك أزمتين: أزمة 1905 وتوظيف هذه المعطيات: زيارة إمبراطور ألمانيا للمغرب وإلقائه لخطاب يؤكد فيه على استقلالية وسيادة المغرب. كذلك أزمة بين ألمانيا وفرنسا: ردود فعل دولية والدعوة إلى عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء. بخصوص أزمة أكادير 1911 توظيف المعطيات التالية: إرسال ألمانيا بارجة حربية إلى سواحل مدينة أكادير، تشبث ألمانيا بالدفاع عن مصالحها في المغرب. أزمة دولية: توقيع اتفاقية 4 نوفمبر 1911 حصلت بموجبها ألمانيا على جزء من الكونغو الفرنسي. يعني هنا نكون قد انتهينا من الأسئلة المرتبطة بمكون التاريخ والخاصة بوضعية الشرائع الوثائق. ننتقل إلى الشق الثاني من الامتحان وهو وضعية الموضوع المقالي. وكما تلاحظون هناك موضوعان اختياريان. بخصوص الموضوع الأول اكتب حسب اختيارك في واحد من الموضوعين الآتيين. الموضوع الأول: تعاني المجالات الريفية والحضرية المغربية من عدة أزمات تتم معالجتها من خلال أشكال تدخل متنوعة. اكتب موضوعا مقاليا توضحين فيه العناصر التالية: مظاهر أزمة المدينة والأرياف المغربية على المستويين،
الاقتصادي والتجهيزي، كذلك العوامل المفسرة لأزمة المدن المغربية، ثم أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدن المغربية على المستوى الاقتصادي والتجهيزي. كما قلنا يعني يجب على المترشح أولا صياغة مقدمة مناسبة لهذا الموضوع، يقوم من خلال هذه المقدمة بتحديد أهمية هذا الموضوع، وكذلك تحويل هذه المعطيات المطلوبة إلى أسئلة إشكالية لمعالجتها في العرض. ثم على مستوى العرض يعني هناك 3 أسئلة وبالتالي 3 فقرات. الفقرة الأولى: مظاهر أزمة المدينة والأرياف المغربية على المستوى الاقتصادي والتجهيزي. يجب أن يوظف المترشح هذه المعطيات على مستوى مظاهر أزمة المدن المغربية على المستوى الاقتصادي والتجهيزي. أولا على المستوى الاقتصادي يعني بدأنا بالمدن، ثم بعد ذلك الشق الثاني غادي يكون على الأرياف. أولا بخصوص المدن يعني على المستوى الاقتصادي هناك الافتقار للمؤسسات الاقتصادية القوية، لذلك ضعف الاقتصاد الحضاري، ثم انتشار الأنشطة غير المهيكلة، تجارة الرصيف والباعة المتجولون. أما على مستوى التجهيزات لدينا ضعف التجهيزات والخدمات العمومية كالطرق والإنارة العمومية، وكذلك التطهير وأزمة النقل الحضري وانتشار النقل الغير مهيكل. ثم الشق الثاني على مستوى أزمة الأرياف المغربية على المستوى الاقتصادي والتجهيزي. على المستوى الاقتصادي لدينا هشاشة الاقتصاد الفلاحي، سيادة نمط الإنتاج التقليدي، كذلك اعتماد الأدوات التقليدية بالإضافة إلى ضعف المردودية وضعف تنوع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك صغر مساحة الاستغلاليات. أما على مستوى التجهيزات يعني هناك عزلة الأرياف، ضعف شبكة الربط بالماء والكهرباء، كذلك ضعف شبكة الطرق وقلة المرافق الصحية والتعليمية وسوء توزيعها. وبطبيعة الحال يعني يتطلب من المترشح أن يشير إلى يعني عدد مهم من هذه المؤشرات على الأقل تحدد في عناصر الإجابة. بخصوص الفقرة الثانية: العوامل المفسرة لأزمة المدن المغربية، تكمن في التمدين أو التمدين السريع، يعني النمو الديمغرافي لساكنة المدن والهجرة القروية، يعني بفعل النمو الديمغرافي لساكنة المدن والهجرة القروية، كذلك محدودية الحاكمة والتدبير الحضري من خلال تداخل صلاحيات الفاعلين في تسيير المدينة، وكذلك تعدد المتدخلين، ثم محدودية التهيئة الحضرية من خلال عدم نجاعة وثائق التعمير، ضعف الرقابة، وكذلك ضعف التخطيط الحضري، وكذلك ضعف التدخلات القطاعية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجهيزية والاجتماعية. يعني هنا نكون قد اكتملنا من الفقرة الثانية. ثم الفقرة الثالثة حول أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدن المغربية على المستوى الاقتصادي والتجهيزي، فالإجابة ستكون على هذا الشكل. يعني فقرة مركبة توظف في هذه المعطيات. أولا على المستوى الاقتصادي إحداث مناطق صناعية قوية، ثم تشجيع الاستثمارات والمقاولات، إدماج الأنشطة غير المهيكلة، كذلك خلق أقطاب صناعية، استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة التصنيع، ثم تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، التعاونيات الحرفية كذلك. أما على مستوى التجهيزات يعني هناك توسيع البنية التحتية الحضرية، اعتماد التدبير المفوض لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، ثم مشاريع التجهيزات الحضرية كالممرات التحت أرضية والقناطر المعلقة وشبكات الترامواي، ثم أخيرا إعادة تأهيل المدن. يعني هنا تكون قد انتهينا من هذه الفقرة. هناك جانب آخر وهو الجانب المتعلق بالجانب الشكلي، يعني التعبير الجغرافي واللغة السليمة وشكل تقديم المنتوج، تعطى عليه نقطة واحدة. ثم ننتقل إلى الموضوع الاختياري الثاني: يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق الاندماج الشامل في حين تعد الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى. نفس الشيء من خلال أولا يعني يبتدئ المترشح بالمقدمة، وهذه المقدمة نعيد أن تكون مقدمة مناسبة، يعني يتم من خلالها تحديد أهمية الموضوع وطرح الأسئلة الإشكالية من خلال تحويل هذه المطالب أو العناصر إلى أسئلة إجرائية. فما مظاهر الاندماج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والعوامل التاريخية والجغرافية المفسرة له؟
وما هي مظاهر قوة الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية والعوامل الطبيعية والتقنية المؤثرة لها، وما هي المشاكل التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ثم بخصوص الفقرات، يعني هذه الأسئلة 3 أسئلة، وبالتالي سنقوم بتوزيع فقرات الموضوع إلى 3 فقرات. الفقرة الأولى حول مظاهر الاندماج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والعوامل التاريخية والجغرافية المفسرة له، يعني هذا السؤال كذلك فيه شقين: مظاهر الإنتاج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. الشق الثاني: العوامل التاريخية والجغرافية المفسرة له. يعني الإجابة ستكون بهذا الشكل: مظاهر اندماج الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي. أولا، عندنا اعتماد مشاريع صناعية مشتركة خاصة في مجال صناعة الطائرات والصناعة الفضائية، كذلك تقديم مساعدات وقروض مالية لدعم المشاريع الصناعية المشتركة، ثم اعتماد السياسة الفلاحية المشتركة لتطوير الفلاحة والرفع من الإنتاج الفلاحي وسد الحاجيات داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك إلغاء القيود الجمركية والعمل بمبدأ السوق الوحيد، تحرير المبادلة البينية، حرية تنقل البضائع ورؤوس الأموال، كذلك اعتماد نظام نقدي موحد، توحيد العملات الأورو. بالنسبة للعوامل التاريخية والجغرافية المفسرة لاندماج الاتحاد الأوروبي، أولا العامل التاريخي يتجلى في تقاسم تاريخ مشترك كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذلك التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية كأزمة 1923. كذلك العامل الجغرافي من خلال الانتماء إلى نفس القارة ووجود ثروات طبيعية مهمة ومتكاملة. بالنسبة للفقرة الثانية من الموضوع: مظاهر قوة الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية والعوامل الطبيعية والتقنية المفسرة لها. كذلك هذا السؤال فيه شقين. الإجابة ستكون بهذا الشكل: مظاهر قوة الصناعة الأمريكية، يعني عندنا ضخامة الإنتاج الصناعي، احتلال المراتب الأولى عالميا، تنوع الإنتاج الصناعي، الهيمنة على حصة مهمة من الإنتاج الصناعي العالمي، كذلك التوفر على مناطق صناعية متنوعة قائمة على مبدأ التخصص. كذلك العوامل الطبيعية والتقنية المفسرة لقوة الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية: لدينا العوامل الطبيعية، توفر المجال الطبيعي على ثروات طبيعية متنوعة وبكميات كبيرة، كذلك تحتل المراتب جد متقدمة في إنتاج المعادن، ثم التوفر على كميات مهمة من مصادر الطاقة البترول والغاز الطبيعي والفحم. بخصوص العوامل التقنية: استعمال التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل الإنتاج، كذلك استعمال الآلات المتطورة المعتمدة على العقول المبرمجة إلكترونيا، اعتماد الذكاء الاصطناعي، وكذلك تخصيص موارد مائية ضخمة للبحث العلمي من أجل التجديد والابتكار، ثم التوجه نحو الصناعات عالية الجودة. يعني هذا بخصوص الفقرة الثانية. بخصوص الفقرة الثالثة: المشاكل التي تواجه الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجموعة من المشاكل كاستيراد مصادر الطاقة والمعادن، كذلك مشكل المنافسة الخارجية خاصة الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، كذلك تراجع الطلب الخارجي وفائض الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري. أضف إلى ذلك الأزمات الدولية واستنزاف التربة والموارد، وكذلك التلوث والكوارث الطبيعية. يعني هنا نكون قد انتهينا من المعارف المرتبطة أو الجانب المعرفي المرتبط بهذه الفقرات. ثم في النهاية يعني خاتمة يستخلص من خلالها المترشح، يعني يستخلص منها ما تطرق إليه في الموضوع، وكذلك ينفتح على موضوعات لاحقة، ثم كذلك على المستوى الجانب الشكلي، بحيث يعني تحتسب نقطة خاصة بالتعبير الجغرافي كما قلنا واللغة السليمة وشكل تقديم المنتوج. يعني إلى هنا نكون قد انتهينا من تصحيح هذا الامتحان، وإلى امتحان آخر، وإلى اللقاء.